بصي لي بقى على الكريب الخطير ده. معمول من ايه؟ كوبايه دقيق على كوبايه ميه، وحطي كله في الخلاط. هتلاقيها رشه سكر، مش رشه ملح كبيرها يعني. 4 مكونات بس هتعمليه. طيب هتقولي لي هحط ايه بقى؟ لو مش عايزه احط سكر حطي ربع معلقه تلج برتقال. تمام كده. بس او ربع كوبايه حاجه ساقعه، ورجي يعني اضربيهم ضربه كويسه ونزلي التكتلات، حطيهم في الخلاط. هتلاقي معاكي كريب. احشي بقى بطاطس، جبن، لحمه، شاورما لحمه، شاورما فراخ، كاتشب، مايونيز، جبنه موتزاريلا. احشي اللي انت عايزاه. انا هنا كنت حاطاله كفتة، يعني مقطعة صوابع الكفتة كده مع بطاطس، كاتشب، مايونيز، وطبقيها التطبيقة العسل دي وحطيه. منزلالكوا فيديو كامل على القناة ازاي تعملي الكريب وكل تفاصيله. اتمنى تتابعوني، ولو اول مرة بتشوفيني بقدم محتوى سهل وبسيط اتمنى تشجعيني. تمام كده. وبتحطيه بقى على طاسه، تصبيه على طاسه الكريب. تبدايش تحطي ايدك فيه وتحركيها الا لما تستوي وهي ترفع نفسها من الطاسه. عملتيها، ابداي بقى احشيه، اقلبيه على الناحيه التانية واحشيه الحشوه اللي انت عايزاها، وطبقيه كده 4/4 هيبقى خطير. شايفه الجمال؟ حطي فلفل، حطي طماطم، حطي بصل اختياري، اي حاجة من دول اختياري. تقدري تستبدليها بحاجة تانية، تقدري تستبدليها. احشي الحشوة، احشي صدق، اعمليه عيش سوري. انا منزله لكم فيديو كامل ازاي تعملي الرقاق الطري. الرقاق الطري ده ينفع صينيه رقاق باللحمه المفرومه، ينفع كريب، ينفع السوري. يعني خطير. ولو عايزه تكليكه رقاق طري كده مع اي حاجه، تقدري تحطي معلقه سمنه وانت بتضربيه في الخلاط، او معلقتين زيت، بيبقى خطير وتحفه. شايفه الجمال؟ حطي بقى جنبه اي حاجه، مخلل، كاتشب، مايونيز. في النهايه اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. سلام.